عاوزاكم تنسوا اي طريقة جربتوها للجلاش الحلو وجربوا معايا الجلاش الصغير ده بحشوة القشطة، مقرمش من بره طري من تحت، بجد طعمه خرافي. واحلى حاجة ان هو بسيط ومش محتاجين تاكلوا واحدة بس، انتوا محتاجين واحدة ورا التانية ورا التالتة، وعاوزين اللي يوقفكم عنه. هنحتاج لفة جلاش نص كيلو، وهنقسمها زي ما انتوا شايفين كده ورقتين على بعض هنقسمها، وكل ورقة هنكشكشها كده من النص ونسيب 5 أو 4 سنتي من الجوانب، وندهنها بالسمنة السايحة ونحط فيها حشوة القشطة أو أي حشوة مكسرات انتوا بتفضلوها أو بسبوسة. بضيف الأطراف كده على بعض، بعد كده بضغط ما بين فراغات القشطة وأقسمها بالسكينة واضغط عليها زي البونبوني كده. وأنا عملت معاكم حشوة القشطة على قناتي على اليوتيوب، تقدروا ترجعوا لها في أي وقت. بجيب صينية مدهونة سمنة كويس جدا، وبعد كده بحط فيها الجلاش وادهنه من فوق بسمنة شوية حلوين، وادخلها الفرن يكون ساخن قبلها ب10 دقايق على حرارة 190.